السلام عليكم عموما يا أصدقائي، يا رب تكونوا بخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الماتش. معنا أخبار هامة جدا يمكن لأول مرة تسمعها عندنا. يعني احنا بنحاول إن احنا نلم لك بقى كل الأخبار اللي موجودة على السوشيال ميديا وفي جميع الصحف اللي مهتمة بالأخبار المحلية لكرة القدم. يسرب المدير الفني للنادي الأهلي الجديد، المدير الفني المخضرم الدنماركي اللي ليه يعني خبرة كبيرة قوي في تدريب كبار الفرق وخصوصا في الدوري الألماني. يسرب طبعا احنا كلنا شفنا المؤتمر الصحفي اللي كان عامله يوم الجمعة اللي فاتت الساعة 3 العصر النادي الأهلي لتقديم المدرب الجديد. بعد ما خلصنا المؤتمر الصحفي وفي الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المؤتمر الصحفي وقلنا هو اتكلم وقال ايه واهم التصريحات اللي قالها خلال هذا المؤتمر. طيب بعد ما خلص المؤتمر الصحفي طبعا كنت فاتح قناة النادي الاهلي وكنت متابع كل الاجواء، والكاميرا كانت ماشيه معاه واحده واحده وكانت ماشيه معاه دخل جميع الغرف داخل النادي الاهلي، وراح التتش دخل ملعب التتش، الملعب طبعا اللي بيتمرن فيه لاعبي النادي الاهلي. اول ما نزل طبعا قام ماسك النجيله بتاعت ارضيه الملعب يعني وبص عليها كده. الراجل كان ساعتها بيشوف يعني جوده ارضيه الملعب اللي بيتمرن عليها اللعيبه. ده يعني الحاجه دي كمان تدل على ان هو بيهتم بتفاصيل دقيقه جدا. يعني ارضيه الملعب اللي بيتمرن عليها اللاعبين برضو اثناء التدريب ممكن تخلي اي لاعب ممكن ان هو يتصاب، فجوده ارضيه الملعب من اهم اولويات المدرب الجديد. فطبعا يعني اتكلم بعد كده مع كابتن وليد صلاح الدين عن ارضيه الملعب التتش، وقال ان ارضيه الملعب مش احسن حاجه، مش في افضل حالاتها، وطلب ان هو يحصل اصلاح لارضيه ملعب التتش. وكابتن وليد صلاح الدين وافق على هذا الطلب، ولكن قال طبعا ان في توالي مباريات اليومين دول وضغط مباريات ومحتاجين ان احنا نتمرن ومفيش مكان بديل وي وي وي، ففي اقرب وقت متاح ان احنا نصلح في ارضيه ملعب التتش هنعمل كده على الفور. وعلى فكره كان كولر وموسيماني كانوا اتكلموا عن الموضوع ده قبل كده، والنادي الاهلي يعني ما اهتمش بموضوع اصلاح ارضيه ملعب التتش. ولكن اتمنى من اداره النادي الاهلي ان هم يصلحوا ملعب ارضيه التتش عشان اللعيبه تتمرن باريحيه وما يحصلش اصابات تاني للاعبين. طيب هو على فكره ممكن النادي الاهلي يشوف اي ملعب بديل يتمرن فيه اليومين دول لحد ما يصلح ارضيه ملعب التتش. يعني الموضوع مش معضل، يعني ممكن نشوف اي ملعب تاني ارضيته كويسه جميله مريحه مناسبه للتدريب. فيعني كفايه اصابات يعني عندنا نص الفريق مصاب فكفايه اصابات. فيعني ممكن ان النادي الاهلي يشوف اي ملعب تاني يتمرن عليه خلال الفتره اللي بيحصل فيها اصلاح لارضيه ملعب التتش، عادي جدا يعني، مش طلب يعني معضل يعني. وكابتن صلاح وليد صلاح الدين ما قالش او ما رفضش، ولكن في الوقت المناسب هيحصل ده ان شاء الله. الاهلي ينهي الاتفاق مع المدافع محمود الجزار مدافع البنك الاهلي اللي هو هينتهي عقده خلال الموسم الحالي. هناك موافقه مبدئيه من اللاعب، يعني النادي الاهلي اتكلم مع اللاعب: يا ابني انت عايز تيجي عندنا، طب ايه ظروفك، حابب مش حابب؟ قال لهم يا باشا والله انا اتمنى ان انا العب بالنادي الاهلي والبس تيشيرت النادي الاهلي زي ما احنا لابسينه كده. يعني حاجه فخامه، شرف لاي لاعب ان هو يرتدي قميص النادي الاهلي. قالوا له خلاص يا ابني ما فيش مشكله، هنشوف طيب مع المدرب العبقري الجديد الدنماركي يسرب، وهنشوف يعني ان كان هو محتاج تدعيم لصفوف الدفاع ولا لا. اكيد هيحتاج يعني، لانك يعني المدافعين عندك مش احسن حاجه، عندك اشرف داري هتكل على الله المدافع الزجاجي، فهتكون انت طبعا محتاج مدافعين. يسرب ما عندوش مانع، يعني اعطى موافقه مبدئيه، ولكن قرارات يعني القرارات اللي هو هيطلعها بخصوص اللاعبين اللي هو عايز يتعاقد معاهم لتدعيم الصفوف والمراكز اللي عنده لسه ما خدهاش، لسه ما خدش القرارات. كابتن وليد صلاح الدين امبارح راح يستقبل اسره المدير الفني
للنادي الاهلي يثرب من مطار القاهره، وحرص على متابعه انهاء الاجراءات الخاصه باقامه الاسره. وقدم الدكتور ياسين منصور هديه لاسره المدير الفني والمدير الفني، بانه وفر لهم فيلا على اعلى مستوى في مجموعه بالم هيلز اللي هو يمتلكها الدكتور ياسين منصور. طبعا لفته وهديه مميزه جدا من الدكتور ياسين منصور نائب رئيس النادي الاهلي الاسطوره الخطيب، واداهم يعني فيلا عشان يهيئ له بقى او يهيئ لي الجو المستقر والهدوء اللازم عشان يقدر يركز مع النادي الاهلي. نادي الزوراء العراقي امبارح اعلن عن تعاقده مع كابتن عماد النحاس. زي ما قلت لكم ان كابتن عماد النحاس يعني يعني قالوا له ان انت ممكن تمسك منصب داخل النادي الاهلي، وتوفر ليه ان هو يكون مساعد للمدير الفني الهولندي لفريق الشباب، ولكن هو رفض، قال لا انا مش عايز ابقى مساعد للمدير الفني الهولندي لفريق الشباب، انا عايز اخوض تجربه المدير الفني خارج النادي الاهلي. وبالتالي راح الزوراء العراقي، ان شاء الله ربنا يوفقه. عماد النحاس يعني من ابناء النادي الاهلي، وقال ان انا تحت امر النادي الاهلي في اي وقت يحتاجوني انا موجود. الصراحه يعني زي ما شفنا جميع لاعبي النادي الاهلي استوريهات موجوده على حساباتهم الرسميه بيشكروا فيها كابتن عماد النحاس، يعني شخصيه محترمه جدا، وادى اداء مشرف في ال 11 ماتش اللي خدهم مع النادي الاهلي كمدير فني. الراجل تعادل في مباراه واحده بس من ال 11 مباراه، فاز في 6 مباريات فازوا ساهموا في فوز النادي الاهلي بالدوري المصري الممتاز الموسم اللي فات، وفاز ب5 مباريات خد منهم يعني فاز ب4 وتعادل ماتش في الموسم ده في الدوري المصري وخد منهم 13 نقطة. فيعني نتائج جيدة جدا مع عماد النحاس. كل الشكر طبعا للأسطورة عماد النحاس الأهلاوي ابن النادي الأهلي. المصري البورسعيدي بيدرس الموافقة على قطع إعارة عمر الساعي المعار حتى يناير من النادي الأهلي، مقابل الحصول على خدمات حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي على سبيل الإعارة بعد رحيل محمود جاد في بداية الموسم الجاري إلى بيراميدز. فهم عندهم عجز في المركز ده أو في حراسة المرمى. طيب، ولكن حتى الآن لا يوجد أي اتصالات رسمية من النادي الأهلي. عقد عمر الساعي بينتهي في يناير، وليهم الحق ان هم يشتروه ب 35 مليون جنيه لو وافق النادي الاهلي. زي ما قلت لكم امبارح ان في 9 لاعبين اتعرضوا على يثرب، قائمه من 9 لاعبين. النادي الاهلي قال له ان اللعيبه دي بنفكر ان احنا نستغنى عنهم، منهم ديانج. طب ديانج في حال وافق يثرب ان هو يمشيه في يناير القادم، لان ديانج طالب طبعا مبلغ عالي، عايز يجدد بمليون و800 الف دولار في الموسم، ولكن النادي الاهلي قال له لا انا اخري مليون و300 الف، مليون و200. وجاله عرض من الامارات في الدوري الاماراتي في 3 مواسم النادي الاهلي هياخد مليون ونص دولار، وهو هياخد 2 مليون ونص دولار في ال3 سنين. يعني النادي الاهلي هيستفاد منه بمليون ونص في ال6 شهور اللي لسه باقيين له، لان في يناير القادم ليه حق ان هو يمضي لاي نادي. فاحتماليه ان ديانج يمشي في يناير القادم دي احتماليه كبيره جدا. فالنادي الاهلي بيفكر ان هو يرجع عمر الساعي ويقطع اعارته من النادي المصري، ولكن لسه يعني ما فيش حاجه رسميه بتقول كده، لان لسه مش عارفين ديانج هيمشي ولا مش هيمشي. فالنادي المصري بيدرس ان هو ممكن النادي الاهلي لو طلب بطلب رسمي ان هو يرجع عمر الساعي ويقطع فتره الاعاره بتاعته، ما عندهمش مانع، ولكن هيبدلوه بحمزه علاء حارس المرمى. طيب، زي ما احنا عارفين ان عمر الساعي طبعا عمل مباريات ممتازه جدا مع المصري، شارك في 10 مباريات وسجل 4 اهداف في الدوري المصري. قبل كده كان مع كولر، وكولر ما كانش بيشاركه وما كناش عارفين مستواه ايه بالظبط، كان بيشارك في اخر 10 دقائق ربع ساعه وكان بيأدي
اداء كويس جدا في الفتره القصيره دي، فالنادي الاهلي ممكن ان هو يفكر ان هو يرجعه تاني او يقطع اعارته عشان يلعب جنب مروان عطيه مكان اليو ديانج. ياسر رب اكد على سرعه انهاء تجديد العقود، يعني في 3 لاعبين حسين الشحات وديانج وعبد القادر، اللعيبه دي هتنتهي عقودها في يناير، فهو قال لهم يا جماعه انا عايز اعرف بقى ايه هي العناصر اللي هتقعد معايا وهتكمل لحد الموسم الجديد، وايه العناصر اللي هتمشي. فالعقود دي اللي هتنتهي قريب ديت عايزين ناخد فيها قرار سريع ان كنا هنجدد ولا مش هنجدد، عشان ابقى عارف راسي من رجليا واعمل الخطه بتاعتي والرؤيه بتاعتي على العناصر اللي هتقعد وهتكمل معايا. فحسين الشحات وديانج وعبد القادر ايه ظروفهم؟ هتجددوا لهم ولا مش هتجددوا لهم؟ في مشاكل ماديه في العقود ولا ايه الوضع؟ عشان نبقى عارفين ايه العناصر اللي هتكمل معايا بدايه من الموسم القادم. ياسر رب سال عن امام عاشور وابدا ازعاجه بان هو اتصاب بفيروس ايه، وقال لابد من وضع برنامج غذائي في النادي. يعني هو عرف طبعا ان فيروس ايه، قالوا له والله ان هو ممكن يكون خد كل حاجه من بره ملوثه، كل حاجه يعني فيها بكتيريا او حاجه، عشان كده جاي له فيروس ايه. قال لابد من وضع برنامج غذائي في النادي وخارج النادي لجميع اللاعبين، يعني موضوع الاكل ده هيتحط له برنامج معين، ياكل فطار غدا عشاء في البيت في النادي، ما ياكلش كده وخلاص من اي مكان او ياكل اي حاجه، لازم يكون في برنامج غذائي. وسأل كمان لو حد اتصاب من امام عاشور بهذا الفيروس وهيرجع امتى، قالوا له هيرجع ممكن خلال شهر. وكمان سأل لو في حد اتصاب قبل كده بهذا الفيروس في النادي، قالوا لا ما حدش اتصاب في النادي بهذا الفيروس قبل كده ومحدش اتنقل له هذا الفيروس من امام عاشور. قال طب كويس، ولكن لازم ان احنا نحط برنامج غذائي لجميع اللاعبين. في اخبار متداوله، والاعلامي ابو المعاطي زكي الاعلامي الكبير طبعا قال ان في مصادر مقربه من امام عاشور بتقول ان وكيله ادم وطني مجهز له 3 عروض من البرتغال والامارات والسعوديه، عروض لا تقل عن 6 مليون دولار. طيب دلوقتي امام عاشور كان طالب ان هو يعدل عقده، وموضوع تعديل او تجديد العقود للاعبين كان متاجل لحد ما يجي المدير الفني الجديد، وهو كان موعود ان هو هيتعدل له عقده امام عاشور. طيب بعد كده ظهر ان وكيل اعماله ادم وطني اللي النادي الاهلي قال انا مش هتعامل معاه، وكان في يعني مشاكل كبيره جدا، وكان في تصريحات من ادم وطني مش لطيفه عن النادي الاهلي، وقال انتوا لازم تتعاملوا معايا انا وكيله ومش وكيله، وطلع تصريحات كده ما كانتش لطيفه. ويعني في كان في مشاكل قديمه ما بين النادي الاهلي وادم وطني لما اتكلم عن كابتن محمد يوسف بطريقه مش كويسه، فالنادي الاهلي قال ما حدش يتعامل مع ادم وطني، واتفاجئنا ان ادم وطني اتعاقد مع امام عاشور كوكيل، ان هو هيبقى وكيله. وامام عاشور قعد مع كابتن وليد صلاح الدين وقال له لا ده هو ده ادم وطني من ضمن 8 وكلاء موجودين في الشركه اللي انا متعاقد فيها او متعاقد معاها. فالامور ما كانتش مظبوطه وما كانتش لطيفه مع ادم وطني والنادي الاهلي في الفتره الاخيره. فدلوقتي بيقول لك ان في عروض 3 عروض لامام عاشور. طب النادي الاهلي اصلا ما عندوش اي مانع ان هو يعدل عقد امام عاشور، ولا حتى عنده مانع اللي هو يبيع امام عاشور. حتى كابتن محمد يوسف قال في تصريحات تلفزيونيه قبل كده اذا كان هناك لاعب لا يرغب في البقاء بالنادي الاهلي ويسعى للرحيل فلا يوجد لدينا مشكله، ونرحب بذلك وبالشكل الذي يحفظ حقوق النادي الاهلي. يعني كان النادي الاهلي قبل كده قال لو امام عاشور جه فيه 10 مليون هنبيعه، ايه المشكله يعني لو هو مش عايز يقعد؟ ولكن ان يعني امام عاشور يعني ما طلعش نواياه او ما صرحش عن نواياه، ما قالش يا جماعه والله ده ادم وطني مش متفق معاه في هذا الكلام وموضوع العروض دي مش حقيقيه، هو ساكت وخلاص لان هو عايز يتعدل عقده، واتقال له هيتعدل عقدك ولكن في الوقت المناسب لما نستقر ويجي المدير الفني الجديد بعد ما يحصل استقرار في النادي والانتخابات تخلص هنفتح. وكان في نتائج كمان سيئه، وده اللي كان مخلي كابتن وليد صلاح الدين عشان هو
اللي معاه ملف تجديد وتعديل عقود اللاعبين، هو واسامه هلال مدير التعاقدات. هم كانوا قافلين الموضوع ده لان كان في نتائج سيئه في اول او في بدايه الموسم في الدوري بالذات، فكانوا قافلين موضوع التجديد والتعديل بالنسبه لعقود اللاعبين. وبعد كده حصل موضوع ان امام عاشور اتصاب بفيروس ايه وبيتعالج حاليا. بعد كده ادم وطني استغل الفتره اللي تعب فيها امام عاشور وقعد يطلع تصريحات زي ما شفتوها قبل كده، والمشاكل اللي كانت اللي كان هو بيصنعها على السوشيال ميديا والتصريحات اللي كان بيقولها. ولكن امام عاشور لسه لما يرجع بقى من الاصابه هيتقعد معاه، واكيد يعني النادي الاهلي هيعرض عليه تعديل عقد بمبلغ معين. هو هيوافق بقى مش هيوافق، يبقى في عروض تانية. النادي الاهلي هو كده كده عقد امام عاشور لحد 2028، فهو ملتزم بعقد. ولو النادي الاهلي جاله في 10 مليون زي ما النادي الاهلي كان بيقول قبل كده، ممكن ان هو يبيعه عادي جدا، يعني بيزنس فلوس. النادي الاهلي ما بيوقفش على حد. وبعدين ما النادي الاهلي طب ما هو فاز على الزمالك من غير امام عاشور وخلاص، هركي فاضل له ماتش، لو فاز وهيركب الدوري مفيش اي مشكله. النادي الاهلي ما بيوقفش على حد. اهم حاجه البيزنس، فلوس. طول ما في فلوس هتعرف تجيب لعيبه. طول ما في كتمنص فلوس ماني هتجيب اي لاعب من اي مكان. لكن ما تبقى انت ما عندكش فلوس وخزينتك فاضيه واللاعب تمشي ببلاش، طب انت دي بقى الازمه الحقيقيه. مش يبقى في اصلا ماديات ان انت تشتري بيها لعيبه او تدفع اجور اللاعبين، فهي دي الازمه. لكن انت عندك لاعب عايز يمشي مع السلامه، مش اصل هو ما دام هو عايز يمشي، لو رغبه امام عاشور فعلا ان هو عايز يمشي طب ما يمشي. مش هيدي لك في الملعب. هو امام عاشور عايز فلوس، ومعظم اللعيبه كده، بيزنس از بيزنس. هتديني فلوس هديك في الملعب، مش هتديني فلوس خلاص السلام عليكم. مفيش حاجه اسمها انتماء هنا وانا بحب بقى النادي وانا تحت امر النادي. لا، الرياضه بقت بيزنس دلوقتي. كل لاعب عارف ان هو هيلعب له كام سنه في الملاعب وبعد كده هيعتزل، ففي الفتره دي عايز يعمل بيزنس، عايز يعمل مصلحه. فزي ما قلت لكم ان لو نيه امام عاشور لو اتقعد معاه وقال انا مش موافق بهذا التعديل او بالفلوس اللي انا هعدل بيها دي، خلاص ان وانا مثلا عايز عقد احترافي، خلاص يا باشا هات عقد من الثلاثه دول، بس اكيد مش هيبيعك ب 6 مليون. ممكن يلاقي النادي الاهلي لو جاء 8 مليون دولار هيبيعك عادي جدا. يعني وسام ابو علي جاله 7 مشوه. طيب النهارده ان شاء الله في مباراه هامه جدا. كده كده النادي كده كده منتخب مصر صعد لكأس العالم 2026، ولكن في مباراه لازم تتلعب النهارده ما بين مصر وغينيا الساعه 10 مساء في مصر. طبعا هتلاقي جمهور واحتفالات، وفي طبعا هيجيبوا حد يغني، هيبقى في كرنفال يعني. وهيحضر المباراه دي يستروب المدير الفني للنادي الاهلي وكابتن وليد صلاح الدين. وهتفرج بقى على لاعبي النادي الاهلي اللي موجودين في المنتخب بيلعبوا ازاي، طريقتهم عامله ازاي. ما هو لازم يحضر الماتش ده عشان يشوف اللعيبه ويقيمهم. وهيبقى في احتفال زي ما قلت لكم. وكمان يعني دعوا اللاعبين المصابين اللي شاركوا في تصفيات كأس العالم. كان في دعوه لامام عاشور ودونجا وعبد المنعم وكمان عمر مرموش. صلاح موجود بس مش هيلعب، يعني طبعا هو هيجرب بقى اللعيبه اللي يعني مش على اعلى مستوى، اللعيبه اللي هي مثلا كانت دكه. طبعا كده كده ماتش هيبقى ماتش سهل جدا ان شاء الله. حتى لو خسرنا احنا كده كده صاعدين لكاس العالم، بس عايزين نعمل ماتش حلو، ماتش قوي، اداء مميز عشان يليق بالكرنفال بقى. مش يعني اكيد مش هتخسر وتروح تعمل كرنفال، هتبقى يعني كرنفال وفرحه يعني، بس مش فرحه اللي هي ما انت كده كده، ما انت اصلا مغلوب. انت كده كده صاعد كاس العالم بس انت مغلوب في ارضك وفي وسط جمهورك، وهتعمل كرنفال عشان صعدت كاس عالم. فلازم برضو نكسب الماتش ده. بس هو مش هيبدا بصلاح طبعا، يعني صلاح مش هيروح يتصف ماتش زي غينيا ده واحنا كده كده اصلا صاعدين يعني. ان شاء الله غدا يقود المدير الفني للنادي الاهلي يستروب اول تدريب مع النادي الاهلي بعد اكتمال القائمه. طبعا هتفرج على الماتش النهارده، هروح الصبح هيكون القائمه اكتملت، هيكون الناس كلها رجعت من المنتخب، زيزو وتريزيجيه والناس اللي بتلعب في منتخب مصر اللي كانت في التصفيات، فهيرجعوا والقائمه هتكمل ان شاء الله. وهيبقى في اجتماع قبل التدريب يعني 10 دقائق 10 دقائق ربع ساعه، هيشرح فيها عن سياسته ويتعرف على اللاعبين بعد القائمه كلها ما تكتمل غدا
ان شاء الله مروان عطيه هيرجع، وزيزو وتريزيجيه والناس دي كلها هترجع من تصفيات بقى، خلاص مفيش ماتشات تاني. اخر مباراه اللي هي مباراه غينيا. اسامه نبيه لاعب الزمالك السابق ومدرب ومساعد ومدرب عام في الزمالك في الفتره اللي فاتت 2023، كان في مقابله مع ابراهيم فايق واللي خرج من دور ال 32 من كاس العالم في تشيلي. يعني كابتن اسامه نبيه مدرب منتخب مصر للشباب تحت 20 سنه، خرج من دور ال 32 من كاس العالم في تشيلي. ويعني دي كانت طبعا فضيحه، تخرج بمنتخب مصر من دور ال 32، انت الفريق الافريقي الوحيد اللي ما صعدتش دور 16. الفريق يعني انت عندك المغرب وكذا فرقه يعني افريقيه صعدت لدور 16، انت الوحيد اللي خرجت من دور ال 32 بطريقه ساذجه جدا يعني. فكان في عده اسئله ابراهيم فايق كان بيسالها له، يعني اسئله يعني الاجابات صادمه مستفزه جدا طبعا. قال له انت خرجت من نيوزيلندا واتغلبت من اليابان، فقالوا من الطبيعي جدا ان احنا نتغلب من نيوزيلندا ومن اليابان. طب اليابان بلعناها نبلعها ماشي، تتغلب من نيوزيلندا؟ هي نيوزيلندا فيها كوره؟ تتغلب ليه من نيوزيلندا؟ طب ما ده فشل يعني، ده يعني هنقول عليه ايه طيب؟ تتغلب من نيوزيلندا؟ قال طبيعي جدا ان انا اتغلب من نيوزيلندا وطبيعي جدا ان اليابان يكسبونا. هو في حد يقول كده على منتخب بلده؟ طب قول يا عم ده احنا ما توفقناش، طب احنا مثلا خدنا قرارات خاطئه، كان في احسن من كده، اي مبرر يعني، لكن ما تقولش من الطبيعي. ده انت لو منتخب ما عندكش كوره عمرك ما هتقول من الطبيعي. لازم يبقى عند الواحد كده عزه نفسه وثقه في اللعيبه اللي عنده. انت مدرب منتخب مصر. قال انا ما اخفقتش ولا انا فاشل، يعني انت ولا اخفقت ولا فشلت. من حضرتك ايه طيب؟ نجحت مثلا ولا ايه؟ احنا خرجنا من كاس العالم من دور 32 من اول قلم طلعنا على طول. فانا حضرتك لو ما اخفقتش ولا فشلت، امال حضرتك ايه يعني؟ قال ان اتحاد الكوره قال لي حاول تصعد لكاس العالم، حاول تصعد لكاس العالم. فانا كده صعدت لكاس العالم، انا كده عملت اللي عليا، ادخلك بقى في كاس العالم مش مشكله. هو في اتحاد كوره، هو لو ده حصل فعلا دي بقى كارثه يا جماعه. هو اتحاد الكوره لما يقول للمدرب اسامه نبيه حاول تصعد لكاس العالم، حاول يعني، انت ما حاولتش خلاص كتر خيرك. يعني احنا يا جماعه قليلين للدرجه دي؟ ابراهيم فايق قال ده احنا صعدنا افضل توالت، يعني افضل توالت، يعني كمان ما صعدناش باريحيه. ده احنا عارف انت لما تسقط كده وتروح الملاحق تمتحن في الملاحق فينجحوك، فيعني ما صعدناش يعني بكفاءه عاليه يعني وبفرق نقاط ولا حاجه. اسامه نبيه قال ايه بقى؟ قال واتقال لي ده كده الحمد لله اتعشت. قال له طب مين اللي قال لك كده؟ قال له ما بدون ذكر اسماء مش هقول لك، يعني اتحاد الكوره قال لك احنا كده احنا صعدنا كاس عالم الحمد لله، اتعشت على كده. هو في كده يا جماعه؟ هو في اتحاد كوره يقول للمدرب مدرب منتخب مصر يعني انت بدل المفروض بتقول له لا ده انت لازم تصعد كاس عالم؟ دي ما فيهاش كلام، ده انت هتوصل كاس عالم وهتصعد كمان وهتعمل نتائج، والا هيبقى في مثلا عقاب. بدل ما يقولوا له كده يقولوا ده انت منتخب مصر وانت وي وي وي، يقولوا له ده انت اتعشت على كده، ده انت كده 100 100 وحاول تصعد لكاس العالم. انا مش عارف الكلام اللي بيقوله ده حقيقي ولا ده لو الكلام ده حقيقي فعلا يبقى احنا في كارثه يعني. قال له ابراهيم فايق قال له ازاي تروح كاس عالم بدون باك يمين؟ رايح كاس العالم معاه كام؟ 21 لاعب، يعني ثلاثه منهم حراس مرمى، يعني معاك 18 لاعب ما فيهمش باك يمين. قال له ما انا عندي نايل، لاعب اسمه نايل بيلعب مهاجم وظهير ايمن ورقم 8. انا عمري ما شفت مهاجم بيلعب باك يمين، ما شفتهاش في التاريخ دي اقسم بالله. مهاجم بيلعب باك يمين وبيلعب 8. طب 8 ماشي، عندك ابراهيم عادل مثلا ممكن يلعب 8 ويلعب مهاجم. طب مثلا قول لي مثلا بيلعب مهاجم و8 ووينج مثلا، يلعب جناح يمين جناح شمال. لكن مهاجم يلعب باك شمال يلعب باك يمين ظهير ايمن ازاي؟ والله انا عمري ما شفتها في حياتي يعني. قال انا يا باشا عندي كده كده الراجل اللي هو اسمه نايل ده يا باشا بيلعب 8 وراجل جوكر، راجل بيلعب في اماكن يعني بعيد عن بعض تمام.
قال له انا عندي ظهير، عندي نايل بيلعب ظهير ايمن ورقم 8 وكمان بيلعب راس حربه، فانا مش محتاج. قال له باشا ما انت عندك كذا حد منهم ابن سيد معوض، فانت. قال له اه ابن سيد معوض ده اصلا بيلعب 8 عشان خليته باك يمين. يا سلام، يا سلام، سلام عليك. قال له يا باشا طب ما في ناس، ابراهيم فايق قال له في ناس بتلعب باك يمين، باك يمين مش مقتنع بيهم ليه؟ ما خدتهمش ليه معاك؟ قال له لا يا باشا انا عندي راجل الجوكر اللي بيعمل كل حاجه في كره القدم، بيلعب كل المراكز، بيلعب راس حربه، بيلعب خط نص، بيلعب باك يمين، بيلعب بيلعب حارس مرمى. انا عمري ما شفت كده الصراحه يعني. قال له انت كنت شايل كروت تلعب بيها يعني كروت يعني لعيبه مهمه تلعب بيها في دور ال 16؟ قال له اه كنت، كان معايا اوراق مهمه خليتها معايا وخليتهم على الدكه وحشتهم كده عشان العب بيهم الادوار القادمه. يعني انت عامل زي مدرب الزمالك اللي خلى اخوان بيزيرة ياخد انذار عشان ما يلعبش الماتش اللي بعديه ويروح يلعب ماتش ايه؟ ماتش النادي الاهلي. قام واخد انذار اتعادل الماتش اللي بعديه. يا باشا انت العب، يا باشا العب بالكروت اللي معاك، اطلع الاول من المأزق اللي انت فيه ده الاول، بعد كده فكر في اللي قدام. هو فيها يا جماعه؟ يعني انت بقى احنا ما صعدناش، انت وديتهم بقى فين الكروت دي؟ الكروت دي بقى شحنت بيها يعني ولا عملت فيها ايه الكروت دي؟ ما انت الكروت دي ما استفدتش بيها بحاجه، احنا ما صعدناش، احنا خرجنا بسبب انذار. قال له طب انت عارف موضوع اللوائح الخاصه بالانذار؟ قال له اه عارف. طب انتوا خدتوا انذار ليه يا جماعه؟ قال له ده، قال الحكم واي بس في اداله انذار. يا سلام، انتوا اصلا والله ما تعرفوا حاجه عن موضوع الانذارات ده اصلا ولا اللائحه. احنا رايحين نلعب كده على الله حكايتنا يعني. في الاخر خالص يعني ما كانش عايز يعتذر اساسا عن ان هو خرج بمنتخب مصر من كاس العالم من دور ال 32، ما كانش عايز يعتذر. في نهايه الحلقه خالص ابراهيم فايق قال له طب نعتذر للجمهور. قال له اعتذر عن عدم التوفيق، لكن انا ما اعتذرش انا عن الفشل، انا ما فشلتش، اعتذر عن عدم التوفيق. لكن انا ما مش ندمان على الفتره اللي انا قضيتها، وانا عملت احسن حاجه وما عنديش اي اخطاء. راجل مش معترف باي خطا عمله. يعني انا مش فاهم انت سقطت حضرتك في كاس العالم وخرجت ازاي انت ما عندكش اي اخطاء، وازاي انت راضي عن الفتره اللي انت عملتها؟ قال طب في اي قرارات خاطئه انت خدتها؟ قال له لا انا راجل 100 100. الله المستعان. وان شاء الله اتحاد الكره يجيب لنا بقى مدرب كويس لمنتخب الشباب، وباذن الله التوفيق لمنتخب مصر الشباب والمنتخب الكبير. وربنا يحمي مصر امين يا رب العالمين، ويحفظ شعب مصر. اشوفكم في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.